بما انه الكابتن بقى عجبكم فانا حبيت اطلع لكم مره تانية. مساء الخير. ايوه كاكا. طبعا الذكرى الاكثر حزنا عند الزملكاوي واللي بتبسط الاهلاوي هي ماتش ال6-1. بدانا التحفيل من اولها يا كابتن بهاء، احنا عارفينك جاي عايز ترضي الاهلاويه، يا ريت تهدى وطول بالك وفي اخر الحلقه اكتب اللي عايزه براحتك في الكومنتات. المهم بعد ما الزمالك خسر 6 من الاهلي حصل حاجه لطيفه جدا مش بنشوفها خالص في وقتنا الحالي، وهو ان كمال درويش رئيس نادي الزمالك وقتها ابقى على المدير الفني اوتو فيستر وقال له كمل الموسم عادي. طبعا لو ماتش ال6 ده اتكرر دلوقتي في وقتنا الحالي المدرب هيمشي في ساعتها. اللي عمله كمال درويش ده اسمه استقرار. الراجل قال بمنتهى الهدوء احنا بنكون فرقه جديده حاليا والخساره دي بتحصل عادي، نكمل بس الموسم بنفس المدرب وان شاء الله في اخره نبقى نغير المدرب. وبالفعل الزمالك كمل الموسم وطلع ببطوله كاس مصر وانقذ الموسم بتاعه احسن ما يطلع موسم صفري. الاستقرار ده جاب وراه قرار مهم وهو تعيين البرازيلي كابرال كمدير فني في يوليو 2002. المدرب ده اخذ انتقاد شديد من الاعلام لان محدش يعرف عنه حاجه. هو مين اللي انت جايبه ده يا استاذ كمال؟ بس سبحان الله الراجل ده اللي محدش يعرفه اكل الاخضر واليابس مع الزمالك. كابرال كان بيلعب بطريقه مجنونه خلت الاعلام والجماهير ينتقدوه اكتر واكتر، وهو انه كان بيخلي حازم امام وجمال حمزه يقفوا على ال18 عشان المرتدات. كمان حازم امام في اللقاء اللي في الجول طلع وقال ان كابرال كان بيمرنهم بكور التنس عشان لما يلعبوا بالكور العاديه يحسوا انها كبيره، بالتالي الكنترول عليها هيكون اعلى. وعم كابرال ده خد دوري ابطال افريقيا والسوبر الافريقي وهزم الاهلي وعمل البدع. الراجل ده في موسم واحد اخذ 4 بطولات. انا بحكي لك القصه دي ليه؟ عشان تفهم ان قرار واحد ممكن ينزلك 7 ارض وبرضه يرفعك 7 سما. نيجي بقى للنقطه اللي هتفتح معانا الحكايه الكبيره وربنا يستر. كمال درويش هيودع الزمالك في 2005 بعد انتهاء ولايته وخسارته الانتخابات. وقتها مين كان النائب بتاعه ونزل ضده؟ مرتضى منصور. بس حصل حاجه غريبه، مرتضى منصور نجح بس اغلب اللي كسبوا معاه من قائمه كمال درويش مش قائمته هو، وده خلق جو مسموم جوه نادي الزمالك من اول يوم. خلافات بين مرتضى وباقي الاعضاء على الفاضي والمليان، لدرجه ان في لاعب اسمه اديسون سيلفا كان رايح يمضي في الزمالك عادي في 2005 وهو داخل مقر رئيس النادي لقى مرتضى منصور رافع سلاح ابيض على اسماعيل سليم النائب بتاعه. الواد جاله صدمه وقتها من اللي شافه، ومره ثانيه بس ومره دراعه الشمال بينسى ويقول له ضربني اصله ضربني. هو حد انضرب يا اسماعيل ينفع يبقى رئيس نادي تاني؟ طب يا اسماعيل تنفع تبقى رئيس نادي؟ معلش بس هو مستعد يواجهك في مناظره. انا واجه واحد. شوف مرتضى منصور الشريف المحترم لا يواجه الا شريف محترم. ودي قصه اتذكرت في حلقه برنامج عفيفي بالتفصيل. وخد على ده كمان واحده من اشهر ازمات التحكيم مع الزمالك، ماتش الزمالك والمصري في كاس مصر. المصري كسب الماتش ده بقرارات تحكيميه كارثيه ضد الزمالك كانت واضحه للاعمى. بعد الماتش حكم المباراه بنفسه طلع واكد انه الغى الماتش بين الشوطين في تقريره الرسمي بسبب ضغوط شديده من رئيس المصري وقتها، وانه كمل الماتش كده عشان كان خايف من غضب الجمهور. يعني على الورق الماتش ده ملغي. وقتها رئيس اتحاد الكوره كان عصام عبد المنعم بدل ما يحقق في الموضوع او يعيد المباراه اتجاهل اعترافات الحكم اللي هي متوثقه واعلن فوز المصري عادي. المنطقي وقتها ان مرتضى منصور يتدخل ويحل الازمه، لكن اللي حصل ان مرتضى طلع في الاعلام يزعق ويقول انا هعمل وهسوي وفي الاخر ولا اي حاجه حصلت. ومن هنا بدا جزء كبير من جمهور الزمالك يفهم ان الراجل ده مصدى الصوت. ونخش بقى في الحكايه الكبيره. هات بس كيس معاك عشان هنعبي الحب والكنتالوب بالكيلو النهارده. انت متخيل ان دي بس الانترو؟ بعد البرازيلي كابرال الزمالك غير مدربين كتير جدا، مدرب برتغالي ثم الماني ثم رجع كابرال تاني وبعدين جابوا مدرب الماني ولفه كده كبيره. المهم في الاخر رست على فاروق جعفر. شخصيه مرتضى منصور بقراراته الغريبه بدات تظهر بدري بدري وبنشوفه بيتدخل في قرارات الجهاز الفني بشكل مباشر. تخيل في الفتره دي مع تخبط الانتخابات وجو الخلافات اللي حاصل شوف كم مدرسه فنيه بفكر مختلف دخلت على الفريق. المهم مرتضى قال لفاروق جعفر المدير الفني نزل ابراهيم سعيد. فاروق استغرب انا ليه رئيس النادي يقول لي نزل مين وما تنزلش مين، ورفض طبعا. هنا مرتضى اعتدى عليه لفظيا ودي كانت وقتها صدمه جديده. ازاي رئيس نادي يشتم مدير فني؟ هي ايه سويقه يا كابتن بهاء؟ هو ليه صمم انه ينزل ابراهيم سعيد؟ لان مرتضى كان من ضمن برنامجه الانتخابي انه يجيب ابراهيم سعيد لنادي الزمالك، ودي صفقه وقتها زي ما بيقولوا اليومين دول صفقه القرن. ده انت جايب اتقل مدافع في مصر وكمان كان بيلعب في الاهلي. فمرتضى منصور كسب الانتخابات على حس الصفقه دي. فازاي يا عم فاروق يا جعفر مش عايز تنزل اللاعب اللي خلانا نكسب الانتخابات؟ خد عندك مشاكل اكتر. فاروق جعفر بيخسر ماتشين ورا بعض وبيخرج من بطولتين، فمرتضى يطلع في لقاء تلفزيوني ويقيل فاروق جعفر كده على الهوا بمنتهى الحب والكنتالوب، وما سكتش على كده ووصفه بالفاشل وانه مضطرب نفسيا. طبعا كلام بالنسبه لجمهور الكره المصري جديد نوفي. ففاروق ما سكتش وقال انا مش همشي بقرار فردي، ده انا ابن النادي ومش انت اللي تمنعني، خلي الجمعيه كلها توافق على قرار اقالتي وساعتها انا همشي. وده عمل حاله انقسام جوه مجلس مرتضى لدرجه ان في 6 من اعضاء المجلس استقالوا وطفشوا من تصرفات مرتضى. والمشاكل ما وقفتش هنا. خد عندك مشكله ماتش اليد الشهيره. لو ما تعرفش اللي حصل فمرتضى اعتدى على حكام ماتش الاهلي والزمالك في نهائي اليد بالسب، والزمالك وقتها خسر الماتش. وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد قال لمرتضى
مرتضى منصور ما تحضرش ماتشات تاني. فمرتضى يعمل ايه؟ يحضر براحته عادي ولا كأن حصل حاجه. ده ما يحضرش وبس، ده جاب كاس بلاستيك ونزل احتفل بيه على اساس ان الزمالك هو اللي كسب النهائي، فيحصل تصعيد مبرر للامور ويتم تجميد نادي الزمالك كله في كره اليد بسبب عمايل مرتضى، لحد ما الدوله اتدخلت وفضت المجلس كله باللي فيه، لان النادي بسبب الكلام ده طلع بموسم صفري، وده فعلا مناخ مش مناسب لاي نادي انه يحقق اي حاجه. فبدا دب الخلاف. اسماعيل السيني عايز المكتب، ادوا له مكتب، لا انا عايز المكتب دون مكتب بس مجرد مكتب مكتب يقعد عادي. فيه يعني. ومن بعد حل مجلس مرتضى منصور في ديسمبر 2005 اتعين بشكل مؤقت مرسي عطله. قبل ما نتكلم عن مرسي عطله انت لازم تفهم حاجتين مهمين جدا. الاولى ان مرتضى خصم مش سهل، الراجل ده عنده قدره يخش من اي باب، ولو الباب اتقفل هيخش من الشباك. الثانيه ان اللجان المؤقته دي بتكون ضعيفه. ليه؟ لانها عارفه انها هتقعد شويه وهتمشي، فمفيش خوف من محاسبه، محدش هيدور وراه. وطبعا الرعاه يا اما بتكون اقل من ناحيه العدد يا اما بتكون بمبالغ ضعيفه لان النادي مش مستقر. كمان اللعيبه والمدربين بيكونوا حاسين كده انهم ساندين على حيطه مايله، ما هو ده مجلس مؤقت ممكن يوعدني بحاجه ويمشي بكره عادي. المهم نرجع لمرسي عطله، واول مشكله واجهته هي فاروق جعفر. الراجل قال لك انا مكمل في النادي ومحدش هيمشيني، وفضل الزمالك في الهبل ده لحد 8 يناير 2006، لحد ما مجلس الاداره بيعين مدير فني برتغالي اسمه مانويل كاجودا. قال لك هنقعد الراجل ده لمده 6 شهور، وكده اتحلت المشكله الاولى للزمالك، وبدا مجلس مرسي يشم نفسه شويه. وطبعا هيحصل ايه؟ مرتضى منصور هينط من الشباك. مرتضى رجع مره تانية لنادي الزمالك، ومرحب برجوعك لينا. بهذه الأفراح والأغاني استقبل عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك مرتضى منصور بعد حصوله على حكم قضائي بعودته لرئاسة النادي. وبالرغم من الزغاريت الحلوة دي إلا إن كان في بعض اللعيبة المعترضة على رجوع مرتضى. معلوماتي إن في كتير من اللعيبة ومثلا جمال حمزة، عبد الواحد، عبد الحليم، طارق السيد، قالوا إن كان في كده اعتراض على التعامل تاني مع الأستاذ مرتضى، وأنا شايف إن ده مش من حقهم. كان هو المفروض كله يبدا صفحه جديده عشان اسم نادي الزمالك يعني. عايز ابدا صفحه جديده مع بعض الاعلاميين اللي بيني وبينهم بعض المشاكل، علشان انا مش هشتغل مع ناس واحنا كارهين بعض. مرتضى رجع ازاي يا كابتن بهاء؟ المستشار راجل محامي قدر انه فعلا يرجع بحكم من المحكمه، بس لجنه الشباب والرياضه قالت انها هتاخد معاه الاجراءات اللازمه ولسه الموضوع مطول، احنا مش هنسيبه. مرتضى ما اهتمش بالكلام ده واقيموا الافراح احتفالا بابو صلاح. اول ما مرتضى يرجع الزمالك اعرف انه هيعمل مشكله مع المدير الفني. وقتها البرتغالي كاجودا ومرتضى العلاقه بينهم مش افضل حاجه، لان كاجودا كان مدرب صارم لدرجه انه حس ان 4 لعيبه من القوام الاساسي للفريق مقصرين، راح موقف ال4 وقال لهم مش هخليكم تلعبوا، وكان على راسهم ابراهيم سعيد ووائل الاباني. مرتضى شاف اللي بيحصل ده مؤامره، قال لك اشمعنى وقفت الرباعي ده لما انا رجعت رئيس للنادي؟ انت اكيد عايز تضعف الزمالك عشان الناس تقول الزمالك رجع للهزايم مع مرتضى، فهيقول لك يا جوده يا ترجع الرباعي يا اما همشيك من النادي. فالجمهور بدا يخاف من عوده مرتضى منصور وانه هيتدخل في شغل المدير الفني، وانهم هيرجعوا لنفس الهم تاني. كمان مرتضى طلع في الاعلام ينتقد وكاله الاهرام علني، وقال لهم انتوا ليه بتدفعوا للزمالك 3 مليون بس والاهلي بياخد اكتر مننا؟ ده احنا نادي الزمالك، احنا مش قليلين. وطلع على الهوا بالحب كده لغى عقد وكاله الاهرام وقال انا هعمل وكاله الزمالك. قرارات غبيه وانفعاليه ومش مدروسه نهائي. فاللي بيحصل ان الايام بتعدي ومرتضى يعتذر لوكاله الاهرام ويوافق على عقد رعايه معاهم ب1.5 مليون بعد ما كان معترض على 3 مليون. لو حد يعرف ايه اللي حصل غير راي مرتضى كده يا ريت يقول لي في الكومنتات. كمان مع رجوع مرتضى الصفقات بقت غريبه، وبقى يشتري لعيبه بارقام كبيره. اللعيبه دي ما كانتش تستحق ربع الرقم ده، زي عادل فتحي اللي مرتضى جابه ب1 جنيه من انبي. بعدها الامور فضلت بتروح وتيجي، هزيمه من هنا على فوز من هنا، الموضوع مش مستقر لحد نهائي كاس مصر في اواخر 2006 الزمالك ضد الاهلي، ومرتضى منصور شتم احد اعضاء مجلس اداره الاهلي. الكلمه طلعت والدنيا ولعت عشان اتحاد الكوره يشيل اي صلاحيات من مرتضى منصور، يعني مرتضى موجود كرئيس بس ملوش اي تحكم في اي حاجه. وكمان اتحاد الكوره وقع غرامه قدرها 250,000 على الزمالك، وفوق ده كله الزمالك مش هيشارك في كاس السوبر، واللي هيشارك بدل منه انبي. يعني شوف الكلمه الواحده من مرتضى قلبت الموسم كله ازاي يا اخي. يعني حتى لو الناس دي بتتلكك لك ما تبقاش انت بايع نفسك كده. الزمالك خسر الكاس، وبعدها الزمالك عمل كذا تغيير مدرب بعد كاجودا لحد ما جه هنري ميشيل في اواخر ديسمبر 2006، وزي ما تقول كده الفوضى مستمره. مرتضى اتشال لتاني مره من منصبه بسبب لجنه الشباب اللي قلت لك عليهم في الاول، رجعوا لمرتضى ونفذوا كلامهم، ومرتضى هنا رجله اتشالت بره النادي خالص. طبعا مرتضى زي ما احنا عارفين مش هيسيب المنصب كده بسهوله. قال لرئيس لجنه الشباب والرياضه انا هعتصم في النادي وهرفع قضايا ومش همشي، لحد ما وزاره الشباب والرياضه دخلت بنفسها وجابت ممدوح عباس كرئيس مؤقت. وهنا هيحصل صراع اكبر واكبر بين مرتضى منصور وبين ممدوح عباس، وهيكون سبب من اسباب تدمير الزمالك، مش سبب رئيسي خلي بالك. وبعد كده انتهت سنه 2006 بموسم صفري جديد للزمالك. الزمالك من اول 2005 من ساعه ما بدات الانتخابات ومرتضى يدخل ويطلع وهو مشتت وبعيد عن البطولات خالص، وده اللي قاله دكتور كمال درويش. ودخلنا في سنه 2007 المدرب هو
هو هنري ميشيل ورئيس النادي ممدوح عباس، والموسم كارثه. خد عندك خروج الزمالك من دوري ابطال افريقيا على ايد الهلال السوداني، كمان الزمالك انهى الدوري في المركز الثاني، وفوق ده كله خسر كاس مصر من الاهلي في ماتش 3-4 الشهير. وقتها الكل قال لك والله الزمالك كتر خيره انه قادر يكون ند مع الاهلي ولسه واقف على رجله. عموما تحس ان الزمالك ده حالف انه مش هيمشي بشكل مستقر. هنري ميشيل قرر يستغنى عن 3 من اهم لاعبي الزمالك، وهم حازم امام وطارق السيد وعبد الحليم علي. المدرب قال عظمتهم كبرت ومش هينفع يكملوا، احنا كده بنجاملهم. لكن مجلس الاداره خاف من غضب الجماهير ورفض الكلام ده. يعني احنا خارجين بموسم صفري وعايز تمشي لنا اساطير النادي ده نتاكل فيها. فميشيل قال خلاص يا انا يا ال3 دول. وده سؤال يا عم ميشيل، ال3 طبعا، يلا زق عجله. وقتها مجلس الاداره قال للاعلام انه مشي عشان جاله عرض اغلى من منتخب المغرب، لكن ميشيل نفى الكلام ده طبعا، وقال انا مشيت بسبب تدخل الاداره في شغلي. وكده سنه 2007 خلصت تاني بموسم صفري، ومشي بالفعل ميشيل وتعين مكانه رود كرول. نخش في 2008 والسنه دي المفروض في نصها هيتعمل انتخابات ويتحدد من رئيس الزمالك. هنا ممدوح عباس بيواجه ضغوطات شديده كانه ماسك شاكوش وعمال بيهد في جبل. ايه الضغوطات اللي بتواجه ممدوح عباس يا كابتن بهبوري؟ خدت عليا انت وبتدلعني ها؟ خد عندك مرتضى طلع في كل قناه يشتم ممدوح عباس والمجلس بتاعه. ده زي ممدوح عباس ما عندوش الا شبير، يصف النايب يا ساتر. لا وش شبير تفاف، حرام عليك يا اخي. هو نادي الزمالك ناقص؟ ممدوح عباس ألم يستولى على مليار و200 مليون جنيه من البنوك ومدارين عليه مش عايز يرجعهم؟ ألا يوجد لديك قضية غسيل أموال قذرة وقضية حسب غير مشروع؟ كمان ضغط الجمهور اللي كل أسبوع يسأل إحنا كده كملنا 3 سنين بدون بطولات، إيه اللي حصل؟ ده إحنا نادي الزمالك. وهنا حصل تحول جذري للنادي. ممدوح عباس عشان يهدي الجمهور شوية فتح الخزنة على البحر وعمل شوية صفقات بمبالغ ضخمة. الصفقات دي هتكون بداية ديون الزمالك. بنشوف الزمالك بيجيب وسام العبدي ب 400,000 دولار، والأردني خالد سعد ب 300,000 دولار. ولو ما تعرفش خالد سعد اللي دفع فيه المبلغ ده حاليا بيبيع بوظة في الأردن. وطبعا صفقة الشو الإعلامي واللي هتولع الدنيا وهي خطف شريف اشرف من ناشئ الاهلي. كمان جاب كريم ذكري المدافع المصري ب 3 مليون جنيه ونص، ده مبلغ مرعب جدا وقتها. ومن المفارقات اللي حصلت في الميركاتو ده ان محمود فتح الله كان في خناقه عليه بين الاهلي والزمالك، فغزل المحله قال احنا عايزين 2 مليون ونص يا اما مش هنبيع. فالاهلي قال لك لا يفتح الله مش هندفع مبلغ زي ده في اللاعب، عشان ممدوح عباس يدخل دخلة صاحبك اللي بيفاصل ويقول لهم عايزين 2 مليون ونص، طب احنا هناخده على 3 مليون. ايه رايك بقى؟ نتيجه الميركاتو ده ايه؟ ولا اي حاجه غير بطوله كاس مصر اللي الزمالك اخدها من انبي. ده غير ان الزمالك نهى الدوري في المركز الثالث، فده هيجي الجماهير اكتر. فبنشوف الجمهور بدا يقلب على اساطير النادي زي عبد الحليم علي وحازم امام، وبدا يحملهم المسؤوليه مع ممدوح عباس ويقول لهم انتوا السبب في تراجع مستوى الفريق. ونتيجه ده الثعلب الصغير حازم امام اعتزل متاثر بضغوط الجمهور. عن نفسي انا خلاص انا مش هلعب في نادي الزمالك، انا بطلت كوره في نادي الزمالك اللي يعني كتير اللي بيحصل فيا بصراحه. بنقول انك انت نجم جماهير نادي الزمالك. ولا نجم ولا حاجه، راجل نجم بيحصل فيه الكلام ده حاجه بهدله يعني. وقال ما كنتش حابب اعتزل في الوقت ده. وفي 2008 رود كرول المدرب ما ارتاحش لاجواء الزمالك وراح مديها حته فايلر كده وقال انا حابب استقيل لاسباب عائليه. في الفتره دي بقى ومع نهايه موسم 2008 مفروض انتخابات نادي الزمالك تتم، فمرتضى منصور بيطلع زي الاندرتيكر من القبر ويقول لهم مفيش انتخابات من غيري، فيها لخ فيها، ويكسب حكم محكمه بتاجيل الانتخابات. وبالفعل الانتخابات هتتاجل لمده سنه. فكده ممدوح عباس مكمل سنه كمان معانا. النادي لانه دفع فلوس صفقات والفلوس دي ما رجعتش ببطولات او باي عائد مادي، ده هيبدا يكون ديون على النادي، ديون هيضطر ممدوح عباس انه يدفعها من جيبه. ممدوح عباس دايما بيحب يرضي الجمهور وده غلط للاسف. عموما بنشوف ممدوح عباس في صيف 2008 بيتعاقد مع 8 لعيبه ابرزهم هاني السعيد واجوجو. طبعا صفقه اجوجو اشهر صفقه وقتها وكانت بروباجندا كبيره، ده لاعب جاي من انجلترا على الزمالك. كده الزمالك جايب 15 لاعب في موسمين ومفيش مدير فني مستقر. وبعد كرول جه الالماني هولمان براتب 30,000 يورو في الشهر. هولمان ده من اول ما جه ما كانش مرتاح لان بص جنبه لقى معتمد جمال وطارق يحيى ودول رؤساء الحب وكانتالوب. ارجع للحلقات اللي فاتت. فقال لك انا مش مرتاح للجهاز اللي معايا، يا ريت تجيبوا لي جهاز فني اجنبي. فاداره الزمالك هتقول له لا انت بتهزر، احنا جايبين صفقات بالكوم مفيش فلوس لجهاز اجنبي. وحسب كلام وكيل هولمان ان بعد مشكله الجهاز الفني الاجنبي حصل طوفان مشاكل اكبر على الزمالك. بنشوف الزمالك بيخرج من افريقيا من دور المجموعات والزمالك وضعه في الدوري كان وحش لانه فضل يخسر ماتش ورا ماتش. فمرتضى منصور استغل اللي بيحصل وطلع في الاعلام اتهم مجلس اداره ممدوح عباس انهم بيسرقوا النادي. منين جبت ال 2 مليار يورو؟ ممدوح عباس يقول لمصر جاب منين 2 مليار يورو؟ 16 شركه جابوا منين؟ ده كان بياخد 120 جنيه في نصر الاستاد والتصدير واخده كانت توديه كل يوم الصبح جنيه الحالات وتجيبه. منين؟ فجاه ممدوح عباس بدون مقدمات استقال في نوفمبر 2008. يا جدع المركب بتغرق تروح انت تنط منها؟ ولما سالوا عباس قال لك ان في اتجاه من الشباب والرياضه انهم يعينوا مجلس مؤقت غيري ويمشوني، وانا عرفت ان همشي كده فقلت امشي بكرامتي احسن. وفعلا مشي عباس وجي مكانه بشكل مؤقت محمد عامر. واول حاجه عملها محمد عامر انه مشى الجهاز اللي كان مضايق هولمان وجاب له جهاز مكون من احمد رمزي واحمد رفعت يضايقه اكتر. هولمان قال في الجول واليوم السابع انا حسيتهم بيطفشوني. تخيلوا يا جماعه ان المجلس مشى المترجم بتاعه عشان مش عارفين يوفروا مرتبه. طب هولمان هيكلم اللعيبه اللي خارجين اعدادي دول ازاي؟ بلغه
ضربات الاشاره، وترتب على ده ان هولمان فضل يخسر كذا ماتش في الدوري لحد ما مجلس الاداره قعد مع هولمان وقال له خساراتك كترت وعايزينك تزق عجلك، وبيمشي هولمان وبيجي مكانه احمد رفعت بشكل مؤقت. مش عايزك تتوه مني لان لسه الحلقه طويله، والزمالك بيتعامل مع تغيير المدرب زي غيار الزيت. وسنه 2008 وهي بتخلص قامت مديه الزمالك بالقلم، والزمالك خرج من بني عبيد في دور ال 32 في كاس مصر، ودي قصه اتحكت كتير مش هنكد على اخويا الزملكاوي. وانتهى الموسم الزمالك سادس دوري وخرج من دور المجموعات في افريقيا. فالنهايه الكارثيه دي للموسم قصاد الصفقات اللي اتدفعت عملت ديون على النادي، فبيحصل ان وزاره الشباب بتخلي الانتخابات تتم بدري عشان يلحقوا اللي بيحصل في الزمالك. وفعلا الانتخابات تمت في مايو 2009 وحصل فايت بين ممدوح عباس ومرتضى منصور، مواجهه ناريه اسخن من اسخن كلاسيكو ممكن تشوفه. النتيجه دي انتهت بفوز ممدوح عباس فوز كاسح، وده يوضح لك قد ايه محدش في الجمعيه العموميه كان طايق مرتضى شخص ما عندوش كلمه تقبل الهزيمه، اللي هو انتخابات وخسرتها بتحصل عادي. ممدوح عباس ما اهتمش ودخل النادي بقلب جامد. مش في الحاجات دي. طب هو حضرتك مش عاوز اسئله سخيفه. مش سخيفه يا فندم، ما هو ده حقيقه. خلاص رد بقى انت، ما روح لاي حاجه عرب. وعشان كالعاده يرضي الجمهور عمل 6 صفقات ابرزهم الغضنفر احمد جعفر وميدو وعبد الشافي وحسن مصطفى. وكمان السنه دي شهدت اعتزال عبد الحليم علي الهداف التاريخي للنادي. هو قرار الاعتزال كان توجيه مباشر من وانا قلت قبل كده كذا مره مجلس اداره نادي الزمالك. خلاص هم خدوا القرار ان انا ابطل غصب عني، يعني انا هم فاجئوني ان انا ما كنتش مهيأ، انت بره. وعشان ما تهش مني احنا دلوقتي في موسم 2009 2010، وهنا بقى بدايه العك. ديكاستل خسر 3 ماتشات ورا بعض، فالجمهور هاج، فراح عباس ممشيه، فراح مرجع هنري ميشيل راح خسر ماتشين ورا بعض منهم ماتش الاتحاد الشرطه، فالجمهور هاج تاني، فراح ممدوح عباس ممشيه وجاب بعده حسام حسن. يعني في 10 ماتشات الزمالك مغير 3 مدربين، انت متخيل؟ ونتيجه ده الزمالك خرج من دور ال 16 في كاس مصر، وفنش الموسم ده تاني الدوري، وانتهى موسم جديد لعباس ورجالته بدون اي بطوله. واظن انت فهمت اللي فيها. الجمهور يضغط على ممدوح عباس، فممدوح يجيب صفقات بدون اي تخطيط، الصفقات ما تنجحش، المستحقات بتاعتهم تزيد، كل شويه تغيير مدرب، كل مدرب ليه شروط جزائيه، وكل ده بيعمل ديون على النادي. ده غير ضغط اتحاد الكره على النادي. وممدوح عباس ما كانش الشخصيه الثقيله اللي تعرف تاخد وتدي وتخش راس براس مع الاتحاد، فكان بيخسر اغلب مشاكل الزمالك. قبل ما اخش في موسم 2010 2011 حصل صدمه هتضحكك. في 15 سبتمبر 2010 تم صدور حكم ضد ممدوح عباس ان الانتخابات فعلا باطله، وانه فعلا كان مزور الاصوات، وتم تعيين جلال ابراهيم كرئيس مؤقت لمده سنه لحد ما يعملوا انتخابات في 2011. وفتره استاذ جلال كانت هاديه ومستقره عن الباقي الحقيقه. في نفس السنه في تقرير عملته جريده الاهرام قالوا ان في انديه في الدوري المصري بدات تداين زي الزمالك والاسماعيلي، وبالرغم من الديون دي الا انهم متمسكين بنجومهم، وده غلط. محمود فتح الله جاله عروض من الخليج والنادي رفض يبيعه، كمان شيكابالا جاله عروض من اندرلخت والنادي رفض يبيعه، وفي نفس الوقت النادي بيرجع ميدو وبيديله مرتب تقيل جدا كلاعب. عموما ما طولش عليك عشان نخش في الموسم بتاع 2010. الزمالك عمل صفقات تاني والنادي اصلا مش مستحمل، جاب ابو كونيه ب $500,000 وجاب عاشور الادهم ومحمد يونس، لكن دي صفقات تعتبر معقوله. لكن اللي مش معقول هي صفقه عصام الحضري، مش بس لان الحضري يجيب 2.5 مليون، لان الحضري كان عليه غرامه $100,000 ونادي الزمالك هو اللي تحملها، هي ناقصه. طيب المشكله ان عصام الحضري كان اداؤه زي الزفت والزمالك ما استفادش منه، وعبد الواحد السيد كان شغال وقتها مع الماسونيه. الراجل ده فضل سنين في المركز بتاعه رغم انه كان حارس وحش، واللي كان يجي يلعب عليه كان يلعب اوحش منه. المهم حسام حسن هو مدرب الزمالك زي ما احنا لسه فاكرين، الله يمسيك بالخير يا عميد. الزمالك انهى الموسم ده وهو وصيف الدوري ووصيف كاس مصر بعد ما خسر من انبي الكاس، وكمان خرج من افريقيا من دور ال 32. جلال ابراهيم رئيس النادي ما استحملش ضغط الجمهور ولا موظفين النادي. الله، مالهم موظفين النادي يا كابتن بهاء؟ بعد صفقات ممدوح عباس وصفقات الموسم الجديد النادي ما بقاش فيه فلوس، ومع دخول الثوره في 2011 حصل ازمه ماليه اكبر لان النشاط وقف حبه حلوين، فاضطر الباشمهندس جلال يقلل المرتبات شويه، وده خلى الموظفين يغضبوا عليه. فالباشمهندس جلال قال بلا وجع دماغ انا مش مكمل فيها، لكن ولاد الحلال قالوا له كمل بس 2011 لاخرها وخليها تخلص على خير لحد الانتخابات، وساعتها براحتك شوف عايز تروح فين. وفي النص كده في يوليو 2011 تم اقاله حسام حسن وجه مكانه المعلم حسن شحات. لكن الاهم من ده كله وهنط شهرين في 2011 هي عوده اخطر رجل في العالم وهو ممدوح عباس. ايه اللي حصل يا كابتن بهاء؟ طب التزوير والطعن واللازم منه. والله فجاه مرتضى منصور وبدون مقدمات تنازل عن قضيه التزوير اللي رفعها، ولما سالوه انت تنازلت ليه قال لك ده تنازل هديه مني عشان مقاويه الزمالك. ماشي هنعديها. المهم خلصت 2011 زي ما قلت لك ودخلنا في سنه 2012. دخل ممدوح عباس وفتح صدره وجاب اسلام عوض ب6 مليون واليكسيس موندومو ب0.5 مليون، وركز مع الاسم ده كويس وحبت صفقات حلوه. لكن في فبراير 2012 النشاط وقف بعد احداث بورسعيد، فبالتالي مفيش ماتشات والرعاه هتقل، والمنفذ الوحيد اللي هيدخلك فلوس هيكون بطوله افريقيا اللي بتتلعب بدون جمهور. كمان فلوس البث هتكون قليله لان بطوله افريقيا وقتها كانت بعدد فرق اقل. وفي افريقيا 2012 الاهلي وقع مع الزمالك في المجموعات، والزمالك اول ما خسر من الاهلي 1-0 اداره الزمالك فورا مشت حسن شحاته واللي مسك مكانه اسماعيل يوسف، فخسر باقي الماتشات وخرج الزمالك من افريقيا وراحت فلوسك يا صابر. ومع الوقت ده لعيبه بدات تطالب بمستحقاتها المتاخره
الاداره زي ميدو اللي هدت المجلس وقتها وطلب منهم باقي مستحقاته. ودخلنا في سنه 2013 الدوري المصري اتلغى لدواعي امنيه، يعني برضه مفيش نشاط، والبطوله الوحيده اللي قدامك هي افريقيا. وتم تعيين فييرا كمدرب للزمالك في 2013، والاهلي وقع مع الزمالك لتاني مره في افريقيا. وفجاه قبل ما الزمالك يلاعب الاهلي هيحصل ازمه مستحقات بين فييرا ومجلس الاداره. ففييرا هيقول لمجلس الاداره انا هروح بس الامارات في السريع كده اجدد اقامه اهلي هناك واجي لكم تاني، لكن للاسف بعدها ما رجعش عشان يتولى مكانه من دور المجموعات، وراحت فلوسك يا صابر كلاكيت تاني مره. سنه 2013 دي هي السنه اللي بتفضح كل الحك الاداري اللي عمله ممدوح عباس. فجاه في ابريل 2013 الجهاز المركزي للمحاسبات الماليه طلع بتقرير فيه اتهام واضح لمجلس اداره الزمالك باهدار المال العام، وطلب منهم يردوا للدوله 4 مليون جنيه ونص. ومفيش كتير وزير الشباب والرياضه طاهر ابو زيد اطاح بمجلس ممدوح عباس ومعاه مجلس الاهلي، وقال لك اصلهم طولوا زياده عن اللزوم. ما تفهمش ده ليه حصل ومالوش مبرر واضح، بس اليوم السابع قالت ان حسن حمدي وممدوح عباس كانوا بيشكلوا زي لجنه للانديه ضد طاهر ابو زيد عشان يعترضوا على قراراته، فقال اما يتعشى بيهم قبل ما يتغدوا بيه. وتوته توته خلصت حدوته ممدوح عباس، لكن المشاكل اللي سابها وراه مش هتخلص، وده اللي هيكشفه كمال درويش. كابتن بهاء، مش كمال درويش ده اللي كان رئيس الزمالك زمان في اول الحلقه؟ تعجبني وانت مركز، هحكي لك عنه كمان شويه. بس المهم موسم 2013 ده ما خلصش موسم صفري للزمالك خالص. الكوره قررت تصالح الزمالك بعد غياب 5 سنين عن البطولات. الاهلي قرر ينسحب من كاس مصر، فالزمالك بقياده حلمي طولان قدر ياخد كاس مصر، وتم تسميه البطوله بكاس عمرو حسين. في اكتوبر 2013 كمال درويش رجع رئيس مؤقت للزمالك، وقول للزمان ارجع يا زمان. بس كمال درويش وهو بيفتح دولاب الزمالك لقى الطوفان ضرب في وشه، فقال انا هطلع في بيان رسمي احكي اللي بيحصل. وقال في البيان ده ان ممدوح عباس سايب ديون في الزمالك باكتر من 80 مليون جنيه، ده رقم مرعب بمعايير 2013. وكمان قال ان النادي ما وصلش للحاله دي في تاريخه قبل كده. فوق ده كله بنشوف شيكابالا بيقول لمجلس الاداره لو محدش هيديني مستحقاتي انا هاخد بعضي وامشي. وفعلا شيكابالا ما حضرش التدريبات ورفع شكوى على الزمالك ونجح في فسخ عقده ونط من المركب اللي بتغرق. وقتها ده زعل عدد كبير من جمهور الزمالك من شيكا، حتى لما راح سبورتنج ما كانش حد مبسوط بسبب الطريقه اللي مشي بيها. كمان درويش حاول يحتوي الازمه، طلب من لعيبه كتير على راسهم احمد حسن يتنازلوا عن جزء من مستحقاتهم، لكن الموجه كانت عنيفه وما ينفعش معاها الترقيع. ديون الزمالك زادت لان في لعيبه زي اجوجو خدت حكم نهائي بالمستحقات بتاعتها. كمان الزمالك ما بقاش عارف يتحمل مرتب حلمي طولان، فبنشوف كمال درويش بيمشي حلمي وبيجيب مكانه شاب جديد كده لسه معتزل عنده حاول على قد الحفنه نمد رجلنا لحد ما الاوضاع تستقر، لكن الاستقرار ما لحقش يجي. وفي ابريل 2014 كمال درويش بيمشي واللي بيجي مكانه مرتضى منصور. في 1 ابريل 2014 مرتضى طلع في مؤتمر وقال ان ديون الزمالك 72 مليون ومش هنتعامل مع احمد شوبير. طبعا رقم الديون منطقي قصاد اللي قاله كمال درويش اول ما مسك. اما بالنسبه لشوبير فمرتضى كان شايف ان شوبير على علاقه بممدوح عباس. وليله سر الزياره اللي في بيت شوبير لما انت رحت انت وهو قعدتوا في بيت شوبير اتعشيت، احكي لمصر هو في راجل يا اخي مسؤول يروح يتعشى في بيت شوبير ومعاه خصم في الانتخابات قبل الانتخابات باسبوع؟ ومرتضى كان راجع بعقليه الانتقام من الكل، وقال انه هيسدد ديون الزمالك زي عادل امام وهيوقف الزمالك على رجله ويرجع له البطولات، وده هيحصل عموما. بس الانجاز اللي هيعمله مرتضى بايد هيهده بالايد الثانيه. الزمالك خسر دوري 2014 اللي هو كان بنظام المجموعتين، رغم ان كل المؤشرات قالت ان الزمالك هيكسب الاهلي لان الاهلي كان بيمر بفتره وحشه وكان اغلب فرقته شباب زي رمضان صبحي وكريم بامبو، الا ان الزمالك خسر بهدف عكسي وبسبب ضربه جزاء ضيعها محمود فتح الله. دي مفارقه غريبه جدا يا عم هيثم، كل ما اخش الحاره النور يقطع، مش عارف ليه يا عم هيثم. انت مش عارف ليه؟ وبعد خساره الدوري خرج الزمالك من افريقيا، لكنه قدر انه يكسب البطوله المفضله ليه وهي كاس مصر. الفريق بعد التخبطات اللي حصلت السنين اللي فاتت فقد جزء كبير من هويته، وميدو رغم انه واخد كاس مصر من اسبوع الا انه مع اول تعثر مرتضى قال له يلا مع السلامه، وده هيعمل عداوه بسيطه بين مرتضى وميدو. كمان مرتضى طلع في تصريح جديد وغريب وقال مديونيه الزمالك النهارده 306 مليون جنيه. يا نهار اسود ومنيل، وده خلى الجماهير قلقانه وتايهه وما عندهاش صوره واضحه عن الوضع المالي للنادي، فده عمل خلافات بين مرتضى منصور وجماهير الزمالك. المهم بعد ميدو مرتضى قرر يرجع العميد حسام حسن، وبالرغم من ديون الزمالك الا ان مرتضى اتخلص من كل اللعيبه القديمه على راسهم قائد الماسونيه عبد الواحد السيد، وسرح لعيبه كتيره جدا فري زي احمد جعفر وعرفه السيد. كمان بنشوف انه باع محمد ابراهيم لنادي برتغالي، والصفقه دي تعتبر مشبوهه وهتعمل ازمه بس هنجيلها قدام. وبدات ثوره تجديد في النادي وعمل اكتر من 17 صفقه، ابرزهم طارق حامد وعلي جبر واحمد الشناوي والحاسم باسم، وكمان معاهم ايمن حفني. يا ايمن حفني. طبعا كلنا عارفين ان مرتضى منصور حلم حياته يشتغل مدير فني، فبعد
كل تعثر للعميد مرتضى كان يطلع يعدل عليه ويقول له بتلعب بمهاجم واحد ليه؟ ولكن النهارده مفيش توفيق. لا مفيش خطه، مش مفيش توفيق. انت بتلعب براس حربه واحد ليه؟ ليه؟ ده انت بتاع روح القتاليه، بتلعب براس حربه واحد ليه؟ ومع خساره العميد لكاس السوبر قدام الاهلي مرتضى منصور مشاه بعدها بشهرين وقال انا جايب سكواد كبير لازم اجيب لهم مدرب اجنبي. ما انا مش معقول بعد ما جبت اللعيبه دي كلها وبقت احلامك الزملكاويه تاخد كل البطولات، بطوله هتروح كده واحنا نقعد نتفرج. لا انا اسف. فبيجيب باتشيكو، وكالعاده مرتضى تدخل في شغل باتشيكو لحد ما في يناير 2015 بنشوف باتشيكو بيهرب من الزمالك لانه ما استحملش التعامل مع مرتضى، زي كتير قبل كده مش مستحملين مرتضى من 2005. مرتضى وقتها قال لك يغور في داهيه وهجيب الاحسن منه لحد ما فعلا جاب فيريرا. وقبل ما اقول لك فيريرا عمل ايه، مرتضى عمل اغبى حاجه ممكن تشوفها، وهي انه اشترى محمد ابراهيم من النادي البرتغالي بعد ما باعه. طب بعته من الاول ليه؟ مش بقول لك صفقه مشبوهه. المشكله بقى ان الزمالك مش هيعرف يسدد اقساط صفقه محمد ابراهيم، والنادي البرتغالي هيرفع عليه قضيه وهيكسبها كمان في 2020. المهم نرجع لفيريرا. الراجل ده عمل اللي محدش كان متخيله. الزمالك لاول مره من 2004 اخذ بطوله الدوري، مش كده وبس، خد بطوله الكاس. وخدها من مين؟ ده خدها من النادي الاهلي. وده خلى جمهور الزمالك يفرح وينسى اي حاجه تزعله، بس الفرحه بتكون لحظيه والمشاكل ما زالت موجوده لكنها مستخبيه تحت السجاده. ومع انتهاء موسم 2015 دخلنا في 2016. مرتضى منصور ما عندوش فكره المشروع نهائي. لو انت مدرب كسبت ماتش تبقى حبيبي، لو خسرت هطلع بهدلك في الاعلام. وده اللي حصل بعد خساره الزمالك لكاس السوبر قدام الاهلي. مرتضى طلع انتقد فيريرا ووصفه بالفاشل. مع مدرب فاشل. من كلامك بتغير المدرب يا فندم انا اصل انا في شرط جزائي، فانا جايب له مدرب عام بصلاحيات فنيه، واي حد هيتكلم بيقول لك بيتكلم عن مدرب مالكش دعوه، ده اهلك مالكش دعوه بينا. انا بدير بقول لك مدرب بتاعي فاشل لما بتيجي في مباريات كبيره ما اعرفش يديرها. واللي مش عاجبه اي حد مش عاجبه الكلام بتاعي يشرب من اي خراره. بعدها فيريرا مشي بسبب تاخير مستحقاته وبسبب تدخل مرتضى في شغله، لكن مرتضى طلع في الاعلام وقال فيريرا بيكذب وبيقول اي كلام. ولما شاف عرض الصد القطري هو اللي خضع للفلوس. انا ماليش دعوه. قبل ما اقول لك مين جه بعد فيريرا فعايز اقول لك ان في اواخر 2015 شيكابالا رجع الزمالك من جديد بعد ازمه بينه وبين سبورتنج لشبونه. ومرتضى كان ماشي في الصفقات بمبدا عبي المهم الجماهير ترضى عليا. بعد ما كان متعاقد الموسم اللي قبله مع 17 لاعب، عقد الموسم ده مع اكتر من 13 لاعب زي شوقي السعيد واسامه ابراهيم ومحمد ناصف. بالتالي قائمه الزمالك كانت مكلبظه منفوخه، ما فيهاش مكان فاضل شيكابالا. فهنشوف شيكابالا بيطلع اعاره للاسماعيلي. نرجع بقى للمدربين. مرتضى بعد فيريرا جاب ماركوس باكيتا في نهايه 2015، وباكيتا قعد شهر واحد بس عشان مرتضى يمشيه ويقول له ما فيش احسن من صناعه بلدي، فيجيب مكانه ميدو والمساعد هو حازم امام. دي حركه شبه اللي حصلت سنه 97 لما منتخب مصر عين فاروق جعفر ومعاه محمود الخطيب وعلاء نبيل. انا مش عارف مين كان صاحب القرار ده وقتها، الا ان مصر خرجت من تصفيات كاس العالم بسبب الثلاثي ده. المهم ميدو مدرب تقيل وعمل سلسله لفوز محترمه، وبيقعد ميدو شهر واحد بس ومرتضى بعدها بيمشيه. وكده كده هم على خلافات مع بعض من اول مره ميدو تعين فيها. فطلع ميدو يهاجم مرتضى في الاعلام ووصفه بانه راجل ما عندوش منطق ولا عنده اي فكره عن الكوره. مرتضى منصور لو جبته مورينيو يشتغل معاه عمره ما هينجح. الراجل ده كان بيتدخل في عملنا بشكل مباشر. اما انت ميدو لو انت راجل وابوك حسام وصفي راجل، قرب من نادي الزمالك 20 كيلو. ان انا لو قربت جنب نادي الزمالك ب 20 كيلو هيوريني ايه اللي هيحصل، وهيجي يضربني في البيت ومش هيقعدني في البيت. بس اخش على الحته دي تاني. 20 كيلو يعني عارف يعني ايه؟ يعني انا ما ينفعش اروح العجوزه. طب انا كنت في المهندسين النهارده مرتضى عديت. ميدو قال حاجه غريبه بيعملها مرتضى بره الكوره خالص، ان مرتضى بيجيب شيخ معاهم في الاتوبيس عشان يكسبوا بيه. مين اللي بيصدها؟ الجن اللي ممدوح بس. والله فعلا يا باشا. اي واحد هيهرج هقول له يبقى انت بتتريق على القران الكريم، يبقى انت مش معترف بالقران الكريم. انا والعياذ بالله. طبعا. والله يا باشا. المهم يعني ماتش كوميدي. عايز اقول لك ان الحلقه دي عملت صدى في الشارع المصري لدرجه ان مرتضى كان بيحاول يقطع بس الحلقه على ميدو، وميدو راح مشاور له وعمل له باي باي. المهم بعد ميدو مرتضى عين محمد صلاح كمدرب مؤقت، والراجل جه بالشاي بلبن بتاعه لمده 17 يوم. وفي خلال الوقت ده بدا يظهر مفهوم العزبه اللي اطلقه جمهور الزمالك. ايه العزبه دي يا كابتن بهاء؟ مرتضى عين ابنه امير مشرف على الكوره، اخترع له منصب كده. طب انا فاهم احمد، امير بيشتغل ايه في النادي؟ ما هو بيتخطط له في بلان بيتعمل له عشان امير يقعد شهر في اوروبا ويجيب في ايده مدرب اسكتلندي اسمه أليكس ماكليش، ومحدش عارف مين ده ولا جايبينه منين. وشهرين والراجل ده طفش. بس في حاجه حصلت في النص كانت غريبه. ماكليش ده اتعين له مساعد اسمه موسى الحبشي. وقتها موسى ده اتنشر له صور وهو بيلعب دي جي، والناس اتريقت عليه وقال لك اتفضل شوف الزمالك جايب لنا مين يا عم. الراجل ده بعد ما مشي من الزمالك راح جهاز مارتينيز بتاع بلجيكا. ايوه بلجيكا بتاعت التجربه البلجيكيه اللي انا حكيت لك عنها. وده يبين لك درجه العبث اللي حاصله في الزمالك. بعد ماكليش يتعين محمد حلمي كمدرب مؤقت. قال لك اهو ادينا بننوع بدل ما نجيب محمد صلاح. محمد حلمي نتائجه ما كانتش افضل حاجه، عشان مرتضى يقعد قدام المرايه كده ويقول لنفسه جربت الاجنبي وفشل، جربت المصري وفشل، يبقى العيب في مين؟ اكيد مش فيا. فهل انا هجيب مدرب صغير في السن؟ المدير الفني المسؤول النهارده
انت بقى سالتني ليه هيكملوا؟ لا، اللي هيكمل اتنين، علاء مدرب ومؤمن. اللي دور الماتش ده مؤمن سليمان، مؤمن ومسؤول. وخلي بالك انا اتهاجمت بقى 4 ايام، للاسف برضه هو مؤمن يقدر يشيل مباراه لاول مره الزمالك يغلب اسماعيلي 4، النهارده اداء روح قتاليه. وفعلا جاب مؤمن سليمان. حاول ما تتلخبطش معلش في تغيير المدربين. بصوا يا جماعه، المدرب اللي يشتغل وعلى راسه رئيس نادي زي مرتضى ملوش علاقه بالكوره، لو عمل اي انجاز هيبقى بطل. انت متخيل كم الضغط النفسي اللي بيكون عليك؟ ده انت لو خسرت هتشيل الليله، مش هتشيلها لوحدك، ده هتشيلها انت واهلك كمان. نقلع عن واشنطن بوست، ضمك هي اللي بوست يالا ده حله، لا ضمك اللي هتنضرب بالشبشب يا ابن الكلب يا جزمه. الزمالك خسر الدوري في الموسم ده لكن مؤمن سليمان كسب الاهلي في نهائي كاس مصر، كمان مؤمن وصل لنهائي دوري ابطال افريقيا، لكن للاسف خسروا من صن داونز. وانا شايف ان مؤمن سليمان هنا كان بطل شايل سيفه، لان مرتضى فضى قيمه الزمالك بسبب الديون بعد ما مشى كوفي وكهربا وحماده طلبه وابراهيم صلاح، ده غير الاصابات اللي ضربت الفرقه مره واحده. لو بنلعب في زماننا الحالي الزمالك ما يقدرش يعمل 5 تبديلات. خلص موسم الزمالك ومرتضى طبعا هيشيل مؤمن سليمان الليله كلها وهيطلع يهاجمه في الاعلام. واحنا اللي لازم لمؤمن يطلع يتكلم. هي فوضى يا مؤمن. هو طلب انه مداخله بقى. وتقول لك انا زهقان، انا حاسس انتقدني. لن ترى نادي الزمالك مره اخرى يا مؤمن اللي صنع اسمك، وانا جايبك مجهول كومبارس. سنه 2016 دي الزمالك ماديا اتضر جامد، لان مرتضى فضل يشتم ممدوح عباس في الاعلام على الفاضي والمليان، وممدوح عباس كان في الفتره دي بيصرف على النادي من جيبه. فوق ده كله ظهر لاعب من العدم كده اسمه كريم الحسن، كان رافع قضيه على الزمالك بسبب مستحقات ليه من 2012. ده يطلع ايه ده يا كابتن بهاء؟ كريم الحسن ده لاعب جه في نص 2011 ومشي في 2012 وما لعبش ولا ماتش غير المئويه. كابتن بهاء احنا تهنا والله، صدقني وانا كمان. ما هو يا جدعان ما فيش قوانين بتنظم ده، كله بيروح يجي براحته زي الاسماعيلي. يبقى ارجع لحلقه الانديه الجماهيريه. خلصت 2016 ودخلنا في 2017، وفي 2017 كان في انتخابات جديده للزمالك، وحصل حاجه كده غريبه، عضويات الزمالك فجاه نطت من 70,000 لفوق ال 100,000 عضو، وبعض الصحف قالت ان مرتضى هو السبب في ده عن طريق انه قلل ثمن العضويات، ومرتضى كسب الانتخابات دي وهيفضل مكمل معانا لباقي القصه. مرتضى فكر في الموسم الجديد انه يجيب صفقات عشان يرضي الجمهور، لكن دولاب الديون فتح في وشه، والزمالك رجعت له تاني مشكله اجوجو. بس المره دي الفيفا هددت الزمالك لو ما دفعش المستحقات دي هيخصموا منه نقط. مرتضى في الموسم ده الدنيا خرجت حرفيا بره ايده، ده غير ان تغيير المدربين عمال على بطال عمل مشاكل في اداء النادي. بعد مؤمن سليمان جه محمد صلاح، وبعد محمد صلاح رجع محمد حلمي ودوخيني يا لمونه، لكن محمد حلمي قدر انه يكسب الاهلي في كاس السوبر وقت ضربه جزاء حسام غالي الشهيره ولقطه الجنش اللي ما اتقالش. اي كرة كابتن حسام وصلت اهي. ومحمد حلمي كده كان جاي مؤقت فما كملش كتير، واللي جه بعده مدرب برتغالي اسمه إناسيو، وإناسيو ده ليه فيديو يوضح لك وضع نادي الزمالك وقتها. Tudo que está à volta de Murtada Mansur. ان كل الناس اللي حوالين الاداره Se disser que isto é uma Coca-Cola, انه ديت كوكاكولا toda a gente diz que sim. هيوافقوا على كده، يقولوا Porque todos têm medo. لان كلهم خايفين. إناسيو ده كان القارح الوحيد اللي عرف يتعامل مع مرتضى، ومشي وهو واخد حقه تالت ومتلت، وطلب بالرحيل من غير ما يهرب ولا اي حاجه، وكمان خلى ممثل السفاره البرتغاليه يحضر معاه عشان يضمن انه ياخد حقه من الزمالك. ومرتضى طلع في الاعلام قال انا هعمل واسوي مع المدرب ده، ولكن في الاخر ما عملش حاجه زي ما احنا عارفين. مرتضى باختصار دخان كتير وزعيق كتير بس من غير كفته. وبعد إناسيو جه كام مدرب مؤقت كده بس نفكنا من المؤقتين وخش في الرسمي على طول. الزمالك بيعين نيوبوشا لمده 4 شهور. ايه نيوبوشا ده كمان يا كابتن بهاء؟ نيوبوشا ده كسب الاهلي مرتين في البطوله العربيه، هو ده السبب اللي مرتضى اختار بيه المدير الفني، وجاب كمان معاه ترسانه صفقات جديده. طب والنادي اللي غرقان في الديون مش مهم، المهم خلي الجماهير تنبسط ونرتاح من الوش بتاعها. الزمالك جاب اكتر من 11 صفقه، ابرزهم كابوريا ومدبولي وصلاح عاشور ومؤيد العجان وغيرهم، ولكن بعد 4 شهور نيوبوشا ما حققش اي حاجه عشان يمشي في ديسمبر 2017. كابتن بهاء كل المدربين دول انا فرحت، ده نايس انت كمان تدرب الزمالك، بلاش خفه الدم دي، طول بالك عشان لسه الحلقه مطوله. الزمالك بيغير المدرب للمره المليون في عهد مرتضى بدون اي مشروع واضح، وبيجيب كميه صفقات مهوله، واللعيبه القديمه بيسرحها فري لو ما عرفش يجيب لها بيعه كويسه. لحد ما في يناير 2018 ايهاب جلال الله يرحمه بعد ما عمل موسم قوي مع المقصه اتعين كمدير فني للزمالك، ولكن ايهاب جلال عمل سلسله نتائج سيئه، بنشوفه بيخرج من دور ال 32 في الكونفدراليه على ايد ولايه ديتشا، طبعا كلنا فاكرين هدف عبد الصمد. انتم متخيلين يا جماعه درجه التدهور اللي حصلت للنادي؟ وبعد اقاله ايهاب جلال جه مكانه خالد جلال. خالد جلال قدر ياخد كاس مصر من سموحه وهو كويس، بطوله تسند الزير، وبعد ما خلص كاس مصر مهمه خالد جلال المؤقته انتهت، لكن
غرامات فضلت تلاحق الزمالك. بيظهر لاعب كده اسمه أليكسيس موندومو، فاكره حكينا عنه في الاول. اللاعب ده ليه مستحقات متاخره عند الزمالك لدرجه ان لجنه الانضباط في الفيفا وقعت غرامه فوريه على الزمالك واديتهم مهله 60 يوم عشان يسددوا المستحقات المتاخره، والا العقوبه هتكون اشد. لكن ظهر وقتها في الصوره تركي آل الشيخ اللي دعم الزمالك ماديا، وقدر مرتضى يحل كام ازمه في النادي ويجيب المدرب السويسري جروس ومعاه صفقه تقيله زي فرجاني ساسي. الحاجات دي يا جماعه عامله زي ادمان المخدر كده، لو انت بتاخده مره وتنبسط بس بعدين بقى بتحس باعراض الانسحاب. جروس كان واضح انه هيعمل اختلاف في نادي الزمالك. الراجل بعد ما جه بكام يوم قدر انه يكسب الهلال وياخد كاس السوبر المصري السعودي. هي بطوله وديه بس حاجه حلوه بالنسبه لكل التخبطات اللي بتحصل في نادي الزمالك. ومع دخول موسم 2019 الزمالك عمل ميركاتو ناري، مصطفى محمد وشيكابالا بيرجعوا من الاعاره، وكمان بيخش لعيبه جديده زي أناجم وبن شرقي وامام عاشور وابو جبل وعبد الشافي وزيزو. الكتيبه دي مع جروس رجعوا الزمالك للتتويج القاري مره تانية، وبنشوف الزمالك بطل للكونفدراليه بعد بطوله كلها اصرار من اللعيبه زي لقطه عمر السعيد في ماتش النجم الساحلي. حاجات من اللي يحبها جمهور الزمالك. ومع لحظه فوز الزمالك الجميله دي بالكونفدراليه انا هقفل الجزء الاول بالنهايه السعيده دي، لان اللي جاي سواد يا بلطيه، ونلتقي سوا ان شاء الله في الجزء الثاني. ومش عايزك تحكم على الجزء الاول وتقول لي يعني انت اختصرت مشاكل الزمالك في خناقات مرتضى وممدوح عباس، وهتقول لنا نفس الكلام اللي كل المحللين بيقولوه ان مشاكل الزمالك من جوه النادي. هقول لك لسه في ده احنا لسه هندخل على باقي الالعاب والاعلاميين، لسه الحدوته مليانه ما خلصتش. ارجو ان ما يكونش جالكم اكتئاب بعد هذه الحلقه، وقدر التعب النفسي اللي انا شفته وانا بعمل حلقه الزمالك. ودوس لايك وشير وسبسكرايب حالا دوس سبسكرايب يلا، واكتب لي في الكومنتات انك مستني الجزء الثاني، والسلام عليكم.